اسم حليمة، السمية اللي كترمز للبركان اللي كيعرف كيفاش يتحكم في العافية ديالو، والاسم اللي تضربات به الأمثال في أكبر المعارك في التاريخ القديمة قبل ما يتكتب. الغوص في جذور هذه الحروف كيدينا لواحد المعنى بعيد كل البعد على الأحلام ديال الليل. الكلمة منبثقة من الحلم واللي كيمثل قمة الرزانة، العقل والسيطرة المطلقة على النفس في قمة الغضب. في ثقافة العرب الحليم ماشي هو الدرويش اللي كياكل العصا، ولكن هو ذاك الإنسان اللي كيكون قادر يعاقبك ويدمرك، ولكن كيكظم الغيظ ديالو وكيعفو عليك. وهذا الشيء علاش كيختاروا هذا الاسم لبناتهم، باش تكون البنت هي ذاك الميزان اللي كيبرد الأجواء، والعقل المدبر اللي كيسير الأمور بثقة وحكمة. هذه الحكمة والرزانة ماشي غير هضرة، ولكن تجسدات في محطات تاريخية خلدها الزمان. في التاريخ القديم قبل من الإسلام برزات الأميرة الغسانية حليمة بنت الحارث، واللي كانت بطلة ديال أشهر يوم عند العرب يوم حليمة. فذاك النهار اللي عرف معركة طاحنة خرجت هاد السيدة ودارت خطة نفسية عبقرية، بقات كتعطر الجنود بعطر قاصح كيتسمى الخلوق، والهدف اللي هرب يتفضح بريحته قدام العرب. هاد الخطة خلات العرب يضربوا بها المثل الشهير ما يوم حليمة بسر، كدلالة على الحدث العظيم اللي مستحيل يتنسى ولا يتخبى. في التاريخ الإسلامي تسجلات أشرف وأعظم من هزات هذا الاسم، السيدة الحجازية حليمة السعدية مرضعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة تجسد فيها معنى الصبر وتحمل قساوة الصحراء باش غتجازى ببركة ربانية غيرت مجرى حياتها. والمعلومة العظيمة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام فاش كبر كان كينزل لها من أقصى درجات الاحترام، وكان كيحيد الرداء ديالو وكيفرشوا لها في الأرض باش تجلس عليه. في مجال الفكر والتاريخ المغربي غنلقاو هاد السمية باقا محافظة على وزنها مع المؤرخة والأستاذة الجامعية المغربية حليمة فرحات. هاد السمية اللي ندرات حياتها باش تنبش وتوثق تاريخ المغرب في العصر الوسيط، وتعتبرت من أثقل الأقلام اللي حامية الهوية الوطنية بعلم ومؤلفات كترجع لها الأجيال. في ميدان السياسة كنجبروا القيادية المغربية حليمة العسالي، واللي تلقبات بالمرأة الحديدية. هاد السيدة فرضت راسها كواحدة من أقوى النساء في المشهد الحزبي، وبينات على صلابة وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في ميدان ذكوري بامتياز. طبع شخصية حليمة كيكون ديما وفي المعنى ديالها، إنسان صبورة كتحمل الضغط بلا ما تشكى، كتوزن خطواتها مزيان، كتبان مسالمة مرتبة في كلامها، ولكن وياك تغرك ديك البرودة وتطغى عليها، حيت نهار كيوصل الصبر ديالها للحد ديالو كتقطع علاقتها بقرارات قاطعة ما فيها حتى رجوع. حيت الحليم إلا غضب كيدمر، هي العقل ديال الدار وديك الشجرة اللي كيتخباو تحت منها الناس فاش كتقصى عليهم الايام. وهذه حكاية حليمة، طاقيوها باش تعرف اشنو كتعني سميتها، وخليو لي السمية الجاية اللي تبغيوني نعاود لكم حكايتها. أنا يونس قاسم، وتهلاو.